ساعات قليلة تفصلنا عن قرعة مونديال السامبا. ممثل العرب الوحيد المنتخب الجزائري ينتظر هذه القرعة كما تنتظرها جماهيره. أنت متخوف من قرعة قد توقع المنتخب الجزائري في مجموعة حديدية؟ أول شيء ألف مبروك على المنتخب الجزائري الذي سيمثل العرب في مونديال البرازيل، وكما يقال من لم يشارك في مونديال البرازيل وكأنه لم يشارك في المونديال. ثاني شيء المنتخب الجزائري معروف أنه يحب ويعرف كيف يلعب مع كبار. ومثال عن ذلك هو مقابلة الجزائر وإنجلترا في المونديال جنوب إفريقيا، وكيف لعبت الجزائر الند بالند للفريق مع الفريق الإنجليزي وأسهلت له العرق. يعني أفضل شيء أن نوقع مع فرق كبيرة ولا نقع مع فرق صغيرة لكي لا يكون هنالك تساهل. ال- برأيك المنتخب الجزائري يملك العديد من اللاعبين يلعبون في أقوى الأندية الأوروبية، هل سيكون ذلك في صالحهم؟ ممكن أن نقيسها على ميزانين. الميزان الأول هو فريق شاب جدا، لكن اللاعبين بيلعبوا في أكبر الفرق الأوروبية المحترفة. حتى اللاعبين اللي جاوا من المنتخبات والفرق الجزائرية هم لاعبين لهم أوزانهم، وأكيد راح يحترفوا بعد كأس العالم. هيدا يعني حاجة تفرحنا، لكن فيه شيء تاني، انه ما عندهم خبره في كاس العالم. هذا ممكن حيكون عليهم تراك، حيكونوا متخوفين. ممكن حيأثر شوي عليهم، لكن في مع وجود لاعب مثل بوقرة، صخرة الدفاع الجزائري وخبرته في كؤوس افريقيا وكأس العالم، حتعطيهم قوة. شيء ثاني، من يلعب امام الجمهور الجزائري وبالجزائر مستحيل انه يكون عنده تخوف او تراك في مكان ثاني. ولكن هناك بعض المشاكل. هناك لاعبين هم ركائز في المنتخب ولكن لا يلعبون كأساسيين مع أنديتهم. صحيح صحيح، لكن بعد تأهل الجزائر لكأس العالم فيه ممكن نقول صفعة كف للاعبين الجزائريين، أنه وإحنا الآن نشوفهم كلهم عم يشاركوا أساسيين ولو لفترة 60 دقيقة في كل مقابلة، وخاصة المهاجمين. فيه لو لاحظتوا الأسبوع اللي فات ما فيش ولا مهاجم جزائري ما سجل ولو هدف بطريقة جميلة. يعني تأهل الجزائر لكأس العالم أعطى دفعة ثانية وقوية للاعبين الجزائريين. من هنا للجوان أنا متأكد أنه حيكون في صالح الفريق الجزائري. لنقل باختصار شديد، صف لنا شعورك قبل القرعة. والله بالنسبة لشعوري زي ما يقول لك يعني I'm so excited. يعني هي المفروض الستة، يعني ستة الشهر، وننتظر بفارغ الصبر يوميا. يعني نطلع على الويب سايت تبع الفيفا كيف كان تصنيف المجموعات وكذا. وحاليا الجزائر في المستوى الثاني، برفقة المنتخبات الإفريقية، زيادة على الإكوادور. يعني نتمنى أنه نقع في مجموعة اللي تكون يعني في متناول المنتخب الجزائري. ماذا لو قلت لك تصنيف البرازيل، هولندا، الجزائر، المكسيك؟ البرازيل، هولندا، الجزائر، المكسيك. والله هو على فكرة بصفة عامة الجزائر، يعني لو نرجع للتاريخ، الجزائر بصفة عامة تلعب جيدا ضد الفرق الكبرى. لو نتذكر يعني ضد البرازيل بأرمدة من نجومه خسرنا بس 2-0 في مباراة ودية. نفس الشيء بالنسبة للأرجنتين، لعبنا معاهم في الكامب نو في برشلونة وخسرنا معاهم 1-0 بقيادة النجم العالمي ليو ميسي. ولو تشوف يعني لما نقابل المنتخبات الصغيرة، المنتخب الجزائري يعني مانيش عارف يكون مستواه أقل من أنه لما يواجه المنتخبات الكبيرة. وأحسن مثال على ذلك في كأس العالم في جنوب أفريقيا في 2010. تلاحظ انه سلوفينيا. ضد سلوفينيا خسرنا ب1-0، اللي هو كان فريق متواضع، وكان الشيخ رابح سعدان يتوقع انه يربح 1-0 او اقل شيء تعادل، بعدين خسرنا معاه. رحنا لعبنا ضد انجلترا
0-0 وضيعنا الفوز وقتها يعني. بعدين المنتخب الأمريكي خسرنا 2-0، لكن لعبنا 90 دقيقة كان التعادل. المنتخب الأمريكي قوي جدا. يعتقد أن مجرد التأهل لمونديال السامبا كافي، وأيا تكن القرعة فلا مشكلة. والله شخصيا أعتبر تأهل المنتخب الوطني إلى شواطئ الكوبا كابانا وإلى مونديال البرازيل ليس فقط يعتبر إنجاز. المنتخب الجزائري يملك إمكانيات كبيرة جدا، طاقة شبانية هائلة، محترفين على أعلى مستوى، لاعبين في الدوري صاعدين على أعلى مستوى. الهدف إلى البرازيل هو الذهاب وتشريف الكرة الجزائرية والعربية، الذهاب إلى الدور الثاني مثل ما هو مسطر من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وكذلك اللعب إلى الوصول إلى أدوار أخرى. لما لا نتمنى التأهل للمنتخب الوطني في كل الأدوار. المنتخب الوطني قادر لأنه عنده يملك لاعبين في مستوى عالي جدا، من أمثال البراهامي، بالفوضيل، طيدير، وكذلك سفيان فاغولي. المنتخب يستطيع صنع المفاجأة في مونديال البرازيل. تفاؤل يراه أنصار محاربي الصحراء مشروعا قبل القرعة، ويبقى التأكيد هو ما ينتظر رفقاء سفيان فيغولي أيا تكن نتيجة القرعة. لبرنامج اليوم على الحرة، محمود علاق.